جميع المعارضة يعني لنا علاقة معها. وثاني احنا اكثر دولة سببت ازعاج للسعودية. انتوا حتى تلفزيونكم ما يقدر يقول شيء على السعودية. المطوع هذا اللي مسكوه الان في المدينة ما حد تكلم عنه للجزيرة. بيتي هذا من الحرمين الشريفين في المدينة. مسكوه منعوه من الخطابة. يا اخي السعودية وهابية وقطر وهابية. ليش قطر فيها حرية اعلام، فيها المرأة لها حق الانتخاب، يعني نظامهم يختلف. المن هو الشيخ عبد الوهاب جدي رقم 16. فيعني هذه حتى الصحافة الأمريكية تكلمت عدة مرات عن هذا الموضوع. بس أنا أقول لك السعوديين على فكرة عبد الله مسكين. عبد الله الآن اللي يدير سعود الفيصل. السودان ما السودان الله يخرب بيته هذه الأزمة رحنا وقفنا معاهم من السنة 90 من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولما بدأ السودانيين ينتصرون في الجنوب فجأة اختلف الترابي مع البشير ورجعنا إلى الصفر. فمن اللي خلاهم يرجعون إلى الصفر؟ لما بدأت علاقتهم مع السعودية ومصر. الأمريكان لو نجحوا في العراق الخطوة الثانية على السعودية. حتى سعد الفقيه ترى ما في مشكلة، هو استضافوه كذا مرة تعليق على أحداث مع السعودية. أبا أنت بصارحة حمد بن جاسم يعتقد يعني نتوصل معاهم إلى حلول. احنا 90% من المجموعة اللي حوالي مخطين حمد بن جاسم، بس قالوا اوكي نعطي حمد بن جاسم فرصته. الشيء الآخر لا يمكن نقول تفاهم. احنا هذا الشيء نعرفه لأن القطرسة اللي عندهم ما تسمح لهم ان حد يتفاهم معاهم. احنا مش حنصلح معاهم لكن اعطونا الوقت. لا احنا نقول اننا بنصلح لك العائلة. اذا الله اعطانا عمر 12 سنة ما في عائلة. اذكرك هذا الكلام. انت الحين تعرف ان ما عاد عندهم قرار. في خلاف شديد بين السلطان وبين عبد الله بن عبد العزيز. خلاف كثير مش محتاجين لا مش محتاجين لهم احنا. واي مشروع هم بيعملون معانا. هم تكلمنا عن مشاريع مشتركة وعن ايش بعد؟ انبوب غاز وعن لجنة مشتركة للتنسيق السياسي. يعني احنا قصة طويلة. طيب اذا احنا في تنسيق سياسي بيننا وبينهم احنا بنجي للقمة في دمشق وبنحرض الدول الثانية انها تيجي. لو في تنسيق كان احنا يعني تلكأنا. شوف اللي مسقين مع السعوديين الناس اللي ما عندهم كرامة، مصر والأردن وبالذات مصر. الله يا معمر ان هم منتهين ما في قرار. لكن ما في شك ان مصر والسعودية هم اللي حلوا بالخزي على العرب. الدولتين الرئيسية. المشكلة ان حتى رجال الدين من القبيلة اخو تميمي تكلموا ضده وهم اخطأوا في هذا. هم الان في تغيير صاير يعني بس يريد له وقت. وسعد الفقيه برنامجه ماشي في السعودية على فكرة. في عدد من المساجد يتجمعون فيها، الأعداد تزيد. هذه أكيد يعني عن هذه التهدئة اللي أنت تعتقدها. إحنا اللي خلقنا قناة الحوار في لندن، وإحنا اللي بنغذي قناة الجديدة صفاتهم الفوقية لا تسمح لهم بالتحكم في المملكة. هذه يسألني عنها. هي قضية وقت. هو لولا ارتفاع أسعار النفط اللي حصل خلال ال7 سنوات الماضية أقسم بالله الآن ما في شيء اسمه سعودي. لكن أسعار النفط يعني الإمارات مش لازم نوضح لهم لأن ما حد لهم يوقفات سرية. ونمشي على خط معين في التعاون. أي دول رايحة تتعاون لازم الدول الغربية تفكر كيف تتعامل معها. احنا لازم نعمل المحور هذا وتشجيع الحركات الداخلية يعني بهدوء. لأن بعد احنا من مصلحتنا ان دعم هذه الحركات بهدوء لأن هي قضية وقت. وانا مثل ما قلت لك انا اقول ان اذا الله اعطانا عمر 12 سنة أشك كبير انك تشوف الأسرة السعودية
مستحيل مستحيل. في قبض في المنطقة الشرقية، في قبض في جيزان، في عسير، في حائل اللي سلبت السلطة منهم، في الحجاز. جدنا خبيث قال يا ابن سعود انت الزكاة لك، ويعرف انه يحب الفلوس، فالزكاة كلها تروح لابن سعود. يعني هذا كان كل همه كيف يوحد العرب، كيف يطرد الاتراك. وفعلا في جزيرة العرب تمدد رهيب. محمد بن عبد الوهاب دولة أرادت إذانها هي السعودية، أكثر دولة. والله حتى قبل المؤامرة كنا نحس أنهم يؤمرون لنا شر، لأنهم ما كانوا يريدون أي ناس يكون عندهم قرار مستقل. يعني هذه، وإحنا مرينا في فترات المؤسس قاتل السعوديين، جاء ابنه هادن السعوديين، ابن جدي اللي هو جدي واجه السعوديين، بعدين جاء عم والدي حاكم، هذا ابنه لا ما هذا، بعدين جاء ابوي وابوي هدنهم الى يعني لا خلاص ان شاء الله يعني تستمر. نفسية لما تسمع كارتاح، يعني ما في عندك يعني انك قضية انك تسترخي حالك ولا انت تفهم الاخرين ما يفهمون، ويعني في طبيعة بدوية، في يعني ناس على طبيعتهم غير عن واحد اذا بيتكلم معك يتكلم ويعتقد انه هو الاذكى هو الافهم، وانا ما اتحمل هذا. الآن عندهم في السعودية بدأوا في الجامعة مختلطة. انت تصور الشيعة ضد العائلة المالكة، الجنوبيين اللي هم الزيود والحوثيين والإسماعيلية ضد العائلة الحاكمة. الآن العمود الفقري أصبح ضد العائلة الحاكمة. ايش بيكون المستقبل الآن؟ احنا الآن نسجل الأخطاء اللي هم يرتكبونها علينا في إعلامهم وفي صحبهم، ورايحين ننفجر، وهي لحد يوصينا في الموضوع. الحين جالسين نسجل اللي عملوه ضدنا، بس احنا عندنا نفس، احنا ما عندنا الانتقاد، عندنا نفس، بس على اساس لما نبتدي في عملية اي اشتباه نقول له والله انتم بدأتوا كذا تسجيل علينا. وطبعا هيكل في حلقته الأخيرة لما قال عن خالد القصيدي وعبد الله بن عبد العزيز يروح اليابان على اساس ان القصيدي يكون رئيس اليونسكو قبل 4 5 سنين، هذه فيها ضربة للسعودية، عقلية يعني عجيبة. فيها مشكلة مع السعودية رايحة تقترب علاقتهم إلى الأبد. يعني تذكر الإمارات اللي كانت مع السعودية ضدنا، الآن شوف إيش عملوا فيها. مساعدة خطير في محطتين استطيع أتكلم فيها، الحوار وجديد في لبنان. اللي ورط علي صالح في حرب الحوثيين هم السعودية. احنا كنا عاملين مبادرة الحوثيين موافقين عليها، وهو علي صالح موافق عليها. بالاخير جيرانه جاره الشمالي السعودي قالوا لا وعطوا فلوس. انت تعرف ان الطيران السعودي قصف الحوثيين. احنا بالنسبة لنا احنا نعتبر هذا النظام فاسد، وهذا نظام أذل مكة والمدينة. والله مش عنهم اختلفوا مع القذافي ومع هؤلاء، هم اللي أذلوا. شوف تاريخ العرب هم دائما يطعنون في الخمس.